فلو بتحبوا القطط في المقهى ده هيبقى مكانكم المفضل حرفيا. انياسيو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نكمل رحلة استكشافنا لكوريا. النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة وممتعة في نفس الوقت. هنتكلم عن عالم المقاهي في كوريا. الكوريين بيحبوا يعملوا المقاهي بأفكار مبتكرة وغريبة ممكن تخليكم تعوزوا تروحوا هناك بس علشان تجربوها. فجهزوا فنجان القهوة بتاعكم، فيلا بينا نستمتع برحلة استكشاف جديدة. مقاهي القطط. اول حاجة هنتكلم عنها هي مقاهي القطط، واللي بتعتبر واحدة من اشهر انواع المقاهي في كوريا. في المقاهي دي بتدخلوا تلاقوا القطط بتتمشى حواليكم، تلعبوا معاها، تشربوا قهوتكم براحتكم. في المقهى ده بيبقى مليان العاب واماكن مريحة للقطط، وده اللي بيخلي المكان مميز وفريد اصلا وغريب. فلو بتحبوا القطط في المقهى ده هيبقى مكانكم المفضل حرفيا. تاني حاجة هنتكلم عن مقاهي الأرانب. لو انتم مش بتحبوا القطط، كوريا مش مزعلاكم يا جماعة، وعامله لكم كمان مقاهي للأرانب. نفس الكلام اللي بيحصل مع القطط بيحصل مع الأرانب. بتدخلوا تشربوا القهوة بتاعتكم، تلعبوا مع الأرانب، تلاقوا الأرانب بتتمشى هنا وهنا، أرانب بيبقى شكلها لطيف، تلعبوا معاها، تقضوا وقت حلو وتطلعوا تحسوا ان انتم مبسوطين بجد. فالصراحة هي تجربة جميلة جدا ونفسي اجربها الصراحة يعني. ثالث حاجة عندنا مقاهي الألعاب الإلكترونية. بالنسبة للناس اللي بتحب الألعاب الإلكترونية ففي مقاهي مخصصة لكده. تقدروا تروحوا المقهى وتختاروا اللعبة اللي بتحبوها وتقضوا وقت حلو وتلعبوا مع أصحابكم. فالمقهى كمان بيبقى مجهز بأحدث الألعاب وأحدث الأجهزة، وبيقدموا لكم كمان أكلات خفيفة ومشروبات عشان تجربوا متعة اللعب من غير ما تحتاجوا إنكم تقوموا. فالصراحة دلع بجد يعني، هو الصراحة يعني كوريا مدلعة الناس هناك. فأتمنى من الله عز وجل أن أسافر كوريا بجد. رابع حاجة معانا مقاهي الكتب. ده بالنسبة بقى للناس المثقفة. مقاهي الكتب ده اللي بالنسبة للناس اللي بتحب القراية، اللي بتحب مكان يكون هادي، يشربوا القهوة بتاعتهم، يشربوا الشاي، يقعدوا في مكان هادي، ياخدوا لهم كتاب يقروا زي ما تكونوا قاعدين في مكتبة كده. فهو الموضوع بصراحة حلو. فبالنسبة للناس اللي بتحب القراية فدي هتبقى جنتكم يا جماعة الصراحة يعني. خامس واخر حاجة معانا في الفيديو بتاع النهاردة هي مقاهي الحيوانات الغريبة. زي ما اتكلمنا عن القطط واتكلمنا عن الارانب، ففي مقاهي برضو للحيوانات الغريبة زي السنجاب والهامستر. فالتجربة بتكون فريدة وغريبة في نفس الوقت، انكم بتشربوا القهوة بتاعتكم او المشروب اللي انتوا بتحبوه، وكمان حواليكم الحيوانات الغريبة دي. وبس يا حلوين، دي كانت نظرة سريعة عن عالم المقاهي في كوريا. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مقهى عجبكم وحبيتوا فكرته. ولو بتحبوا انواع الفيديوهات دي عن الحاجات الغريبة في كوريا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تنزل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ونشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيا.